ده هو سونج بطل قصتنا، عيل غلبان وضعيف جدا الدنيا جايه عليه، بيكون شغال في نقابه المغامرين وبسبب ضعف وربطه المتدنيه بيروح على اضعف المهمات علشان بس يعرف يعيش. بس هي ايه نقابه المغامرين دي اصلا؟ انا هقول لك. بعد حرب استمرت على مدار السنين فاتت ظهر فيها بوابات بيكون جوه وحوش صعب على البشر وعلى الاسلحه التقليديه انها تهزمهم. ساعتها بيظهر منظمات بتضم افراد بيعرفوا اسم الصيادين، ودول بقى اشخاص عندهم قدرات خاصه وقادرين ان هم يواجهوا الوحوش دي ند من ند ويتصدوا لهم ويخلصوا عليهم. وبيصنف كل واحد من الصيادين دول برتبه معينه، واللي عددهم 5، كل واحد حسب قوته، والرتبه الاولى في التصنيف ده وهي الرتبه اس، ودي اعلى رتبه والاقوى ما بينهم، ويليها باقي الرتب، وصولا اخيرا الرتبه ايه، الرتبه الاخيره في التصنيف ده والاضعف ما بينهم. نرجع بقى للوقت الحاضر، والمهم في اليوم ده بقى سونج كان رايح على مهمه كده وخلاص دخل على المكان اللي هيتجمعوا فيه هو وباقي الصيادين. واول ما دخل كل اللي كانوا في المكان بيرحبوا بيه وبيسلموا عليه، بس انا ما كانش حبا فيه، لا ده بس عشان كلهم عارفين ان سونج ضعيف جدا وبيصنف كضعف صياد عرفته البشريه، ووجوده في المهمه دي معناه ان المهمه هتكون سهله جدا ونسبه الخطر فيها هتكون قليله وهيقدروا يخلصوا على الوحوش اللي فيها في ثواني. المهم بعد كده البنت دي بتندى عليه، ودي بقى هي جوي معالجه الفريق وزميله سونج. وجوي بقى يبان عليها انها بتكون بتحب سونج جامد وبتخاف عليه. وبنعرف ان سونج من كام يوم كان في مغاره من الدرجه الخامسه، ودي من اضعف المغارات اللي ممكن حد يدخلها، ولكن برغم كده سونج الوحيد اللي اتصاب برضه فيها ونقلوه على المستشفى. جوي ساعتها بتحاول تقنعه انه ما يروحش معاهم على ما هم يعني وكده بسبب انه كل مره بيتاذى، ولكن الواد ما بيسمعش كلامها وبيقول لها ما قدامش حل تاني. ننتقل بقى لقائد المجموعه واللي بيدوم خطاب تحفيزي قبل ما يدخلوا المغاره، وبالمناسبه الشخص ده اسمه سونج برضه. بعدها بيفتحوا البوابه وبيبداوا كلهم بالدخول. سونج بقى في الوقت ده كان واقف متردد شويه، بس لازم يدخل علشان يقدر يجيب فلوس لعيلته، فبيشجع نفسه فعلا وبعدين بيدخل. ننتقل بقى لرئيس منظمه من الصيادين، وبيكون بيتكلم مع احد اعضاء المنظمه عن البوابات وازاي الصيادين بيتعاملوا معاه. وبنعرف ان كل مجموعه من الصيادين بيدخلوا بوابات معينه، كل مجموعه على حسب قوتها، يعني لو رتبتك عاليه هتدخل مغاره متناسبه مع قوتك وفيها وحوش خطيره، والعكس صحيح، لو رتبتك متدنيه هتدخل مغاره اقل في المستوى ووحوشها بتكون اضعف طبعا. وفي كده الحالتين في كل مغاره بيكون فيها جوائز ممكن الصيادين ياخدوها ويصنعوا منها اسلحه ويستفادوا من قوتها، او يبيعوها ويستفادوا من الفلوس اللي هتقدر لهم منها. وسعر الجائزه بتحدد على حسب قيمه الجائزه اللي معاك، وفي جوائز نادره سعرها ممكن يوصل لملايين. وفي مغارات بيكون فيها بعض البلدرات اللي ممكن يستخدموها كمصدر لتوليد الطاقه النظيفه كبديل للبترول والمواد الحفريه المضره للبيئه. نرجع بقى لسونج واللي بيكون في الوقت ده قدر ان هو يهزم وحش وقدر ياخد منه الجائزه دي. الواد بيكون فرحان جدا لانه اخيرا اخد حاجه يعرف يبيعها وتجيب له فلوس، ولكن فرحته ما كملتش. فجاه بيلاقي وحش من الغبن بيهجم عليه. الواد بيحاول يتفادى هجومه بس الوحش مش سايبه. سونج ساعتها قام يهجم عليه ولكن سكينته اتكسرت، والوحش بعدها قدر يطعنه وكان خلاص هيقتله، بس في اخر لحظه عضو من الفريق قدر يلحقه. الواد اتصاب اصابه جامده جدا وحالته بقت صعبه، وجوي بتحاول تساعده. في الوقت ده بقى كان بقى الفريق بيحاربوا الوحوش المتبقيه واخيرا قدروا يخلصوا عليهم، والوحش ده بقى كان اخرهم وكان زعيم الدايماس ده، وبموته معناه كده انهم انتصروا وما عادش فيه وحوش تاني. نرجع بقى لسونج واللي خلاص يعتبر جروحه كلها اختفت، والفضل يرجع لجوي طبعا. البنت بتحاول تقنعه انه ما يروحش تاني، المره دي كمان اتصاب وعدت على خير، المره الجايه ما عرفش هيحصل فيها ايه. وسونج كل اللي كان بيفكر فيه هو ازاي يقدر يساعد عيلته وهو معهوش غير الحجر السحري ده اللي قدر ياخده من الوحش اللي قتله. في الوقت ده بقى الفريق كانوا بيتكلموا مع قائد المجموعه على ان الجوائز اللي اخدوها قليله وما كانوش راضيين بيطلعوا بيه من المغاره دي يا صديقي، وكانوا عايزين اكتر. بس واثناء ما كانوا بيتكلموا واحد من الفريق ليه حاجه فبينده عليهم، واول ما الكل بيوصل عنده بيلاقي نافق طويل جدا ومش باين منه اي حاجه. قائد المجموعه عرفهم باللي عنده، قال لهم ان ده دايماس مزدوج، وفي الحالات اللي زي دي لازم نبلغ نقابه الصيادين بالموضوع ده. بس في شويه من الفريق طمع سيطر عليهم واصروا انهم يدخلوا. في الوقت ده القائد ما كانش قدامه حل تاني غير انهم يعملوا تصويت، وبالفعل بدا يصوتوا مين هيدخل ومين هيمشي. نص الفريق بيوافق والنص التاني بيرفض، لحد ما اخيرا بنوصل لسونج. القائد قال له اختار انت مع مين، انت الوحيد اللي التصويت واقف عليك. سونج ساعتها بيفكر في عيلته، وبنعرف ان والدته مريضه في المستشفى وبيتكفل بمصاريف علاجها، واخته الاصغر منه لسه بتدرس وبيتكفل بمصاريف دراستها، وهو كل اللي معاه الحجر السحري ده، وده لو باعه يا دوبك هيقضم يومين بس. في الوقت ده سونج بيكون ما قداموش حل تاني وبيضطر انه يوافق. في نفس اللحظه دي بقى كان في اتنين بيجروا بموتوسيكل بعد ما سرقوا من واحده شنطتها، بس فجاه بتظهر بنت كده قدامهم. العيال فكروها واقفه بالصدفه وبيزعقوا لها عشان تبعد عن طريقهم، ولكن فجاه البنت طلعت من فوق ووقعتهم من على الموتوسيكل. ايه ده ايه ده ايه ده، دي شكلها طلعت نينجا صديقي. المهم البنت رجعت الشنطه لصاحبتها، واثناء ما كانت واقفه الناس كلها بدات تتلم عليها وتهتف باسمها، وطلع انها ساره مشهوره من الدرجه اس. بس البنت اتحرجت جامد وعلى طول طلعت من وسطهم ومشيت. في الوقت ده بقى في نقابه المغامرين كانت اختبارات الصيادين شغاله، وكل واحد بيدخل الغرفه دي علشان يقيس طاقته، واللي بيكون منهم طاقته عاليه بيكون في موظفين من نقابات مختلفه بيقدموا لهم عروض عشان ينضموا للمنظمات بتاعتهم، وكل منظمه بتنافس عشان تكون الاقوى. بعدها بقى الاشخاص اللي اجتازوا الاختبار بيروحوا على القاعه الرئيسيه، وبنشوف رئيس نقابه الصيادين بيشرح لهم عن المغارات وازاي اتوجدت. قال لهم المغارات دي ظهرت في عالمنا بالظبط من 10 سنين، ولكن برغم كده فاحنا اللي نعرفه عن المغارات دي مش كتير، وانهم لو لهم مغاره بيتفرع منها مغاره ثانيه لازم يعرفوا نقابه الصيادين علشان يبعتوا مستكشفين ليها، لانها ممكن تتحول من مغاره من الدرجه الخامسه لمغاره من الدرجه الاولى. وده نفس اللي حصل مع سونج وفريقه. نرجع بقى لسونج وباقي الفريق واللي كانوا ساعتها ماشيين في النفق ده، فضلوا ماشيين لمده 40 دقيقه ولسه ما وصلوش لاخره. جوي بقى ساعتها كانت متضايقه جامد من سونج علشان وافق انه يدخل المغاره بجروحه دي، وانهم لولا التصويت بتاعه
ما كانوش هيدخلوا، بس سونج بيعتذر لها. فجو قالت له اعتذارك مقبول بس بشرط. الواد قال لها شرط ايه؟ قالت له لما نخرج من هنا تعزمنا على العشاء. فالواد حرك شويه بس قال لها تمام، والدنيا كانت اخر روقان يا صديقي. المهم ساعتها العيال بيكونوا وصلوا على باب كبير كده، اول ما شافوا شكله خاف شويه، بس الراجل ده قال لهم انتوا خايفين من ايه؟ احنا مش هنرجع من غير ولا حاجه بعد ده كله. فتحوا الباب فعلا وبداوا يدخلوا، لقوا مكان كله منور بنور ازرق ومليان فرسان حديديه. سونج بقى شد انتباهه التمثال الكبير ده ومستغرب من حجمه، وبقى الفريق بيبص على مكانه على التماثيل اللي فيه، وشكلها هنا من مده يا صديقي. القائد بقى بيشد انتباهه القايمه دي وبيروح علشان يقراه، وبيكون مكتوب فيها اسم المكان اللي هم فيه وثلاث وصايا، واللي مش هينفذ الوصايا دي مش هيخرجوا من هنا احياء. في الوقت ده بقى جو بتسحب سونج من هدومه وكانت مخضوضه شويه، قالت له انا شفت التمثال ده بيبص لي دلوقتي. سونج قال لها مستحيل التمثال يتحرك، انت بيتهيألك مش اكتر. وفي وسط ما كانوا بيتكلموا فجاه باب المغاره اتقفل. الشخص ده اتعصب جامد، قال لهم انا غلطان اللي سمعت كلامكم من البدايه. بيروح علشان يخرج ولسه بيفتح الباب وبوم التمثال ده بيتحرك وبيقتله. كل اللي كانوا في المكان الرعب ستر عليهم. سونج هو كمان مش مصدق اللي شايفه. الشخص اتقتل ده من الرتبه الثالثه، وبرغم ذلك اتقتل في لمح البصر. امال احنا هيكون مصيرنا ايه؟ ده مستحيل ده يحصل، المفروض دي مغاره من الدرجه الخامسه. بس طالما التمثال ده بيتحرك يبقى انت كمان. ايوه التمثال الكبير بصله. الواد عارف كده ان هو خلاص ميت. بيشوف شريط حياته بيجري قدامه، بيفتكر كل اللي حصل له قبل كده. بيقول برغم ان انا كنت بدخل مغارات ضعيفه جدا ورتبتها متدنيه لاني كنت بطلع دايما مصاب منها. مفيش مره دخلت مغاره من المغارات اللي دخلتها الا ونقلوني بعدها على المستشفى، وكنت دايما ببقى على حافه الموت. بس ده خلاني اخلي عينيا مفتوحه دايما واحس بالخطر قبل ما يجي. وفجاه الواد بيزعق على صوته، بيقول للكل يوطي، ومره واحده المكان كله اتحرق وطلع ان ده هجوم من التمثال الكبير. شويه منهم ماتوا في الهجوم ده والباقيين منهم كانوا في قمه الرعب يا صديقي. الواد خلاص ما بقاش قادر يستوعب اللي بيحصل. احنا اتحكم علينا بالاعدام ولا ايه؟ بعد الضربه اللي حصلت دي القائد بيشكر سونج على انقاذهم ليهم. قال له لولا تنبيهك لنا في اخر لحظه كان زماننا كلنا دلوقتي ميتين. الواد بص على دراعه ولقيه مقطوع، بيتاسف له. القائد قال له ما تتاسفش، سيبك دلوقتي من دراعي وساعدنا نوقف النزيف بسرعه. وقفوا فعلا، وسونج بدا يحط تركيزه على كل حاجه حواليه علشان يخرجوا من هنا. وبيطلب من سون ان هو يقرا الوصايا على اللوح، واللي بيكون محتواه ان هم ينحنوا للاله، والثانيه انهم يعبدوه، اما الثالثه بقى ان هم يامنوا بيه ولا اله الا الله صديقي. واثناء ما كان سونج بيتكلم مع القائد واحد من الفريق بيزعق باعلى صوته، قال لهم انا واثق في سرعتي، انا جالي شغل كبير جدا الاسبوع اللي فات، انا مش هموت هنا. الكل بيحاول يقنعه انه يثبت مكانه بس مفيش فايده. الواد بدا يجري ناحيه الباب بكل سرعته، ولكن فجاه التمثال نسفه، ما عادش فاضل حاجه من جسمه غير رجليه. الرعب زاد اكتر واكتر في المكان يا صديقي، والامل بدا يختفي. سونج بدا يعصي دماغه اكتر، بيقول لسون انت قلت لي الوسيله الاولى كانت ايه؟ قال له لازم نلحق التمثال ده. الواد بدا يقف على رجليه وفي عينه كميه رعب مش طبيعيه. ساعتها التمثال نجت عليه وكان هيقتله، ولكن الواد وطى بسرعه والهجوم ساعتها بيقف. ايوه كده سونج خلاص فهم القاعده الاولى. سونج بعدها بيقول لهم ان هم يعملوا زيه، وبيقولوا له نعمل زيك ازاي يعني، ولكن ما قدامهمش حل تاني. بيسمعوا كلامه فعلا، واول ما بينحنوا التمثال شكله يعني بيتغير وبيظهر على وشه ضحكه خبيثه كده. الشخص ده ساعتها قام وقف، ووقتها التمثال ما هجمش عليه. العيال ساعتها بيفرحوا شويه والامل بدا يرجع لهم تاني، بس ساعتها التمثال قام من مكانه وبدا ان هو يتحرك ناحيتهم. الكل بدا يسال سونج عن اللي عملوه بعد كده. سونج قال لهم مش عارف، بس لازم ننفذ القاعده الثانيه واللي هي انهم يعبدوا الاله. واحد منهم طلع وبدا يتحرك ناحيه التمثال، قال لهم ما تقلقوش انا متمرس السماع بعد وعارف كل حاجه. بدا يقول الكلام اللي عارفه فعلا، ولكن التمثال ما بيقفش، فضل يقرب منه اكتر واكتر، وفجاه داس عليه وقتله. وده معناه ان مش ده الكلام اللي ابن الصرمه ده عايزه. العيال كلهم قسمهم الذعر وكلهم بدأوا يجروا في اتجاهات مختلفه. الراجل ده وصل عند التمثال كده، واثناء ما كان واقف جنبه التمثال قسمه نصين. سونج ساعتها كان مكمل جري هو وجوهي، والبنت كانت بتعيط بحرقه صديقي. سونج اخد باله ان اللي بيهجم عليهم من التماثيل اللي معاها اسلحه، وان في تماثيل تانية معاهم آلات موسيقيه. ساعتها بيقول للكل انهم يروحوا لعندهم، وبالفعل العيال اول ما بيروحوا لعندهم التمثال بيعزف ومش بيعمل لهم اي حاجه، لحد ما اخيرا سونج وجوي بيوصلوا عند التمثال كده، بس التمثال ما بيعزفش. ايوه ما ينفعش اتنين يقفوا جنب تمثال واحد. سونج قال لجوي تفضل هي هنا، وبيجري علشان يشوف تمثال تاني. الوحش فضل مكمل ماشي وراه لحد ما اخيرا الواد وصل عند التمثال كده. الواد ما خدش باله وقف جنب التمثال غلط. الكل بيزعق بقى صوت عشان يحذروا منه، والتمثال على طول بيهجم عليه. الكل فكره مات. جوي بتزعق بقى صوتها، بس استنى الواد طلع عايش وقدر يتفادى الضربه. بيعافر بكل قوته عشان يوصل للتمثال، والوحش لسه مستمر وراه. في الوقت ده بقى الوحش خلاص كان وصل لعنده وكان هيدوسه، ولكن الواد كان وصل عند التمثال. وبعد اللي حصل ده كان التمثال رجع وقعد مكانه تاني. جو راحت لسونج عشان تطمن عليه. البنت خلاص وصلت لعنده ولسه بتبص عليه، وللاسف لقيت رجله مقطوعه. البنت بدات تعالجه وبتحاول توقف النزيف، بس خلاص عمر رجلك ما هترجع تاني. الراجل ده وقتها بيلوم القائد على موت صاحبه وانه لازم يتحمل المسؤوليه. الكل ما عجبوش كلامه، بس القائد قال له انت عندك حق، انا لازم اتحمل المسؤوليه فعلا. ولكن
في وسط كلامهم التمثال الكبير بيرفع ايده حاجه كده في وسط المكان وتطلع من تحت الارض. بداوا يسالوا سونج عليه. الواد قال لهم اللي يعرفه، قال لهم تقريبا ده مسبح سمعت عنه قبل كده في كتاب عن الاساطير القديمه، وغالبا لازم حد فينا يضحي بنفسه علشان الباقي يطلع عايش. كيم ساعتها اول ما بيسمع الكلام ده بيرفع سيفه على القائد، قال له انت السبب في كل اللي حصل وذنب كل اللي ماتوا في رقبتك. وبرغم ان الشخص ده هو اللي اقترح ان هم يدخلوا المغاره، الا ان القائد بيحس بالذنب وبيقرر ان هو يتحمل المسؤوليه كامله. بيتحرك ناحيه المسبح فعلا، واول ما بيوصل هناك نار بتقيد جنبه. القائد ما كانش فاهم اي حاجه، سأل سونج لو في اي حاجه تانية هو المفروض يعملها. الواد طلب من اللي جنبه ان هم يودوه على هناك. شالوه فعلا واخدوه عند المسبح، واول ما سونج بيوصل بيقول للقائد احنا لازم نخلص الموضوع ده بسرعه قبل ما يطلعوا للعالم الخارجي. بس هي الوحوش دي بتطلع للعالم بتاعهم ازاي اصلا طالما هم محبوسين في البوابات اللي بتظهر دي؟ مش ممكن يسيبوهم محبوسين جوه البوابه وما يقربوش منهم؟ بس للاسف ده مش هينفع، لان البوابه دي بيكون عليها ختم لمده معينه، والمده دي بتكون اسبوع. في المده دي بقى لازم السيدان يدخلوا جوه البوابه ولازم يخلصوا على الوحوش اللي فيها ويقتلوا زعيم الدايماس ده، وبموت زعيم الدايماس البوابه كده هتتقفل. اما لو ده ما حصلش فالختم اللي على البوابه هيتكسر، والوحوش اللي جوه الدايماس ده هتطلع للعالم الخارجي بتاعه وهتهجم على كل اللي فيه. وعلشان كده سونج عايز يخلص الموضوع بسرعه. المهم سونج بيلاحظ ان لما حد بيدخل الديره اللي هم فيها في نار بالايد، بدا يندى على باقي الفريق علشان يدخلوا. العيال كانوا خايفين شويه بس سونج بيطمنهم، وفعلا كلهم بداوا يدخلوا. اول ما الكل بيدخل 6 من النار حوالين بتقيد، وحواليهم نار زرقاء كتير. التماثيل هي كمان بتقيد كده وبتتحرك وبتبدا تقرب منهم. البوابه هي كمان بتتفتح بس برضه التماثيل ما بتقفش. سونج بيبص حواليه ويبدا ان هو يستوعب الموقف. قال لهم ما تشيلوش عينيكم من على التماثيل، لو شلت عينيكم من عليها يفضلوا يتحركوا. العيال سمعوا كلامه فعلا، بس واحده منهم بتترعب لما بتشوف شكل الدم اللي على التمثال فبتسيبهم وبتطلع تجري. التمثال ساعتها سابها وما قتلهاش، والبنت قدرت انها تخرج بامان. واول ما خرجت نار من الحمرا طفت والباب بدا يتقفل شويه. الراجل ده هو كمان ما بيستحملش، بيرمي سونج على الارض وبيجري هو كمان على البوابه. واول ما بيخرج نار تاني طفت والبوابه برضه اتقفلت شويه. سونج بدا يستقبل الموقف، زعق بأعلى صوته، قال لهم محدش يتحرك، ده فخ بيخدعونا بيه، مش لازم نضحي بحد مننا، في طريقه نقدر نطلع بيها كلنا عايشين. قال لهم لما حد مننا بيخرج في نار حمرا بتنطفي، بس مع مرور الوقت النار الزرقاء بتنطفي، يعني لو استنينا لحد من النار الزرقاء كلها تنطفي هنطلع كلنا عايشين من هنا. كيم في الوقت ده قال له بس زي ما ده ممكن يحصل ممكن برضه الباب يتقفل وساعتها هنتقتل كلنا. انا ما كنتش اتوقع انك هيكون ليك دور فعال في الفريق كده، احنا لولاك ما كناش هنفضل عايشين لحد دلوقتي، بس انا اسف انا لازم اخرج من هنا، انا عندي عيله مستنياني. كيم بيرمي سيفه وبيطلع من هنا، وكده ما بقاش فاضل غيرهم اللي هم الثلاثه. بعد اللي حصل ده القائد قال لسونج خد شيء ويطلع من هنا، كده كده الباب مش هيتقفل طالما هم عايزين ضحيه واحده، انا خلاص ما فاضليش كتير في الدنيا، واللي اقول ان انتوا تنجوا بحياتكم. قال لي جو يتساعد سونج ويخرجوا من هنا، بس جو ساعتها كانت قوتها كلها خلاص راحت وما بقتش قادره تقف على رجليها. سونج هو كمان رجله مقطوعه ومش هيقدر يمشي، وعلشان كده بيقول للقائد ان هو ياخد جو ويطلع من هنا. القائد مصر هو اللي يفضل، بس الواد بيزعله، قال له مفيش وقت انا رجلي مقطوعه مش هعرف اشيلها، بس انت هتعرف. جو في الوقت ده بتعيط، قالت له لا انا مش هخرج من هنا من غيرك. سونج اداله الحجر اللي معاه وقال لها ما تقلقيش، لما اخرج من هنا اعزمك على العشاء زي ما وعدتك. الحجر ده هو اللي قدرت تطلع بيه من المغاره، اشتري بيه حاجه لنفسك واستنيني لحد ما اخرج من هنا. البنت لسه ترد عليه قام القائد ضربها والبنت اغمى عليها. بص لسونج بصه اخيره وشكر على كل حاجه، بعدها شال جو وطلع من هنا. سونج بقى ساعتها خلاص استسلم لمصيره، عرف ان هو كده كده خلاص هيموت، بس ما بيرضاش يموت كده وخلاص. بياخد سلاح كيم وبيقرر يموت وهو بيحاربهم، ولكن بدون فايده، مش عارف يعمل معاهم اي حاجه. التماثيل هجمت عليه وقطعت دراعه، الواد يا عيني اتعجن والدم بتاعه بقى في كل حته. الواد ساعتها بدأ يكلم نفسه بيقول انا اتعرضت للموت مرات لا تحصى وفي الاخر كنت بطلع عايش، بس المره دي شكلها النهايه. بيفتكر كلام كيم قبل ما يمشي وبيتعصب عليه جامد، بيقول له انت هربت وسبتني هنا علشان عندك عيله، طب ما انا كمان عندي عيله، انت بس اناني مش اكتر، الناس الانانيه اللي زيك هما بس اللي بيعيشوا، انا بس لو اخدت فرصه ثانيه فرصه واحده بس خلاص فات الاوان. التمثال خلاص بيستعد علشان يوجهوا له الضربه الاخيره، بس في اخر لحظه النار الزرقاء الاخيره بتنطفي، واول ما النار دي بتطفي فجأة رسالة غريبة بتظهر له بيكون محتوى جملة واحدة بس، وهي شجاعة الضعيف، قلبك هيقف في أقل من ثانية لو ما خططتش وقلت نعم. الواد ما كانش فاهم أي حاجة بس على طول بيوافق. وبعد ما سونج بيوافق بتجيله رساله مكتوب فيها مبروك انت اصبحت لاعب، وفجاه بيصحى وبيلاقي نفسه في المستشفى. اول ما سونج فاق بيقول انا جيت هنا ازاي، بيبص على ايده وبيلاقيها سليمه، بص على رجله اللي كانت مقطوعه ولقى برضه هي كمان سليمه. الواد مش فاهم اي حاجه، هو ايه اللي بيحصل هنا، معقول انا كنت بحلم؟ بس فجاه بيقطع تفكيره اتنين من جمعيه الصيادين بيدخلوا وبيعرفوه بنفسهم. سونج اول حاجه بيسالهم على القائد وجوي حصل لهم ايه. الراجل قال له ان جوي حالتها النفسيه صعبه جدا بعد اللي حصل في المغاره، وده ممكن يخليها ما تكملش تاني في مهنه الصيد، اما القائد ففقد دراعه وده ممكن يخليه ما
يكملش برضه. بعدها عضو النقابه ده قال له انت الناجي السادس من المغاره دي وغايب عن الوعي بقالك 3 ايام. اول ما النقابه عرفت باللي حصل في المغاره على طول بتبعت فريق متخصص لهناك، ولكن اول ما وصلوا لقوا هيوك متصاب ومرمي على الارض وما كانش في معبد ولا تماثيل ولا اي حاجه. الموضوع صعب يتصدق، حاجه زي دي نادره جدا لما بتحصل، بس لولا ان بقى الفريق كانت شريتهم واحده واقوالهم كلهم ما اتغيرتش وراه حتى حاجه بسيطه، حاجه زي دي كان مستحيل حد يصدقها. بس طالما انت طالع سليم من مغاره زي دي وما حصلكش اي حاجه فده معناه ان حصل لك استفاقه وقوتك زادت عن الاول. سونج رد عليهم وقال لهم بس هو ده ممكن يحصل؟ مش المفروض السواد بيكون عنده قوه معينه بيكتسبها وبتفضل معاه طول حياته لحد ما يموت؟ الراجل ده قال له ايوه، بس في حالات نادره بعض السوادين ممكن يستفيقوا فيها مره تانية ويكتسبوا قوه جديده، والقوه دي ممكن تنقل السواد من الرتبه ايه للرتبه اس. بس ده كله لسه مجرد تخمين مش اكتر. الحل الوحيد اننا نقيس طاقتك، وبالفعل بيجيبوا جهاز عليه بلوره كده علشان يقيسوا طاقته. الواد كان فرحان على الاخر وكان مفكر انه خلاص بقى من النخبه وبقى سياد من الرتبه الاولى، ولكن فرحته ما كملتش. اول ما النتيجه بتظهر بيكتشف ان قوته لسه زي ما هي وما زادتش حتى خالص عن الاول. شكلنا كده شكينا فيك على الفاضي، فبياخدوا حاجتهم وبعدين بيمشي. وبعد ما مشوا سونج بيظهر له رساله كده قدامه، ما بيكونش فاهم ايه دي وظهرت له ازاي، بس بيفتكر ان دي نفس الرساله اللي ظهرت له لما كان في المغاره. وفجاه هو قاعد بيدخل عليه بنت زي القمر كده يا صديقي، ودي بقى هي جين اخت سونج الصغيره. المهم بتدخل عشان تطمن عليه وبتزعله شويه، قالت له مش قلت لك تبقى تخلي بالك من نفسك؟ انت كل مره بترجع متعور كده. فالواد قال لها معلش يا ست حقك عليا. البنت قالت له انت لو فضلت تتصاب كده انا هخليك تسيب الشغل ده وهسيب مدرستي علشان اساعدك. فالواد قال لها خلاص يا ستي ان شاء الله مش هتصاب تاني، بس هو انت شايف حاجه كده قدامك؟ البنت قالت له حاجه زي ايه؟ فسونج قال لها خلاص ما تاخديش بالك. وكده سونج عرف ان محدش بيقدر يشوف الرسائل دي غيره. بعدها فضلوا يهزروا مع بعض شويه، وبعد ما جين اطمنت وعرفت انه بخير بتاخد بعدها وبتمشي. وبعد ما جين مشيت النظام بعت لسونج شويه رسائل كده، ومنهم رساله مكتوب فيها حاجه اسمها التمارين اليوميه، والتمارين ده عباره عن ان هو يجري شويه يلعب بطن او ضغط شويه وكده يعني، ولو ما عملتش التمارين دي فانت هتتعاقب. سونج ساعتها هيقول عقاب ايه ده وبيكبر دماغه، وبنشوف مؤشر كده بيعدي على الوقت كل ما يتاخر. بالليل بقى سونج في الوقت ده بيكون نايم، الوقت اللي كان متحدد له علشان يعمل فيه التمارين خلص، وفجاه المكان كله بيتهز بيه وكأن في زلزال حاصل. ومره واحده سونج بيلاقي نفسه في صحراء، لسه بيبص حواليه وبيلاقي وحش ضخم في وشه، وبيظهر له رساله مكتوب فيها عقاب، انت هتفضل في المكان ده لمده 4 ساعات وده بسبب انك ما عملتش المهمات اليوميه. الولد على طول بياخد ديله في اسنانه وبيطلع يجري، الوحش هو كمان مش سايبه، وباقي الوحوش مكملين برضه جري وراه. فضلوا على الحال ده لمده 4 ساعات لحد ما اخيرا المده بتخلص، والواد في اخر لحظه بيرجع تاني للمستشفى مرعوب وتعبان وحالته تصعب على الكافر يا صديقي. الممرضات بيسمعوا صوت رزع جاي من اوضته فبيجروا على هناك وبيلاقوه مرمي على الارض، فشالوه ورجعوه مكانه تاني. تاني يوم بقى كان سونج فهم اللي فيها وعرف انه لو ما عملش المهمات اليوميه هينجلد، فبيصحى بدري وبيجهز نفسه عشان يخرج يخلصهم. وبعد كام يوم بقى بنشوف جو هي بتكلم حد من نقابه الصيادين، وشكلها كده لسه ما اتعفتش من اللي حصل لها في المغاره اخر مره، بس بتعرف ان سونج طلع من المغاره عايش، فبتفرح كده شويه وعلى طول جهزت نفسها وبتجي برضه بتروح علشان تشوفه. واول ما جو وصلت على هناك بتشوف الممرضات بيتكلموا عن صياد هلك نفسه في التمرين بقاله كام يوم بالرغم ان هو لسه ما اتعافاش من جروحه. جو بتبص وبتلاقي الصياد ده هو سونج، بس ساعتها بتيأس شويه بسبب ان سونج قدر يتخطى الموضوع وهي لسه، فبتسيب له الورد وبعدين بتمشي. سونج بقى في الوقت ده كان خلاص خلص التمارين اليوميه بتاعته، وبنعرف ان كل مره بيخلص فيها التمارين اليوميه اللي عليه بيحصل على 3 جوائز، جايزه منهم اسمها الشفاء التام ودي بتشفي جسمه من اي جروح وبتودي تعبه في ثواني، والجائزه الثانيه عباره عن شويه نقاط كده ممكن يزود بيها قوته الجسديه او يعلي بيها مستوى الذكاء عنده او يزود سرعته وكده يعني. بعدها سونج بيطلع اوضته، واول ما بيطلع بتجيله الجائزه الثالثه واللي كانت عباره عن الصندوق ده، وبعد ما بيفتحه بيلاقي فيه المفتاح ده وبيظهر له رساله مكتوب فيها المغاره الافتراضيه، اول ما تكون مستعد تقدر تدخلها، ودي مغاره بيكون فيها وحوش قويه جدا ولو سونج قدر يخلص عليهم هيكتسب قوه اعلى من اللي بيكتسبها في المعتاد من المهام اليوميه. المهم سونج بيروح علشان يزور امه في المستشفى، وبنعرف ان قبل 4 سنين والده سونج اتصابت بمرض نادر جدا، المرض ده اسمه السبات الابدي، وده مرض انتشر بعد ظهور البوابات في العالم بتاعهم، ومن ساعتها والدته في غيبوبه ومش عارفين هتفوق منها امتى. ومن وقتها بقى سونج بيحاول يعمل كل حاجه علشان يساعد عيلته، اتدرب وانضم لنقابه الصيادين بالرغم من ان فيها خطر على حياته. وبعد ما سونج خرج من المستشفى بياخد المفتاح اللي اخده من الجائزه وبيطلع على مكان المغاره واللي كان مدخلها النفق ده، واول ما بيقرب منه بيظهر له مكان يحط فيه المفتاح، حط المفتاح فعلا وشكل البابا اتغير وسونج دخل، بس اول ما دخل باب المغاره بيتقفل عليه ومش عارف يخرج من هنا الا لما يخلص على زمان المغاره دي او يخرج بحجر انتقال آني، والحجر ده مش معاه طبعا، هو اساسا كان عايز يدخل ويشوف المغاره دي مش اكتر، ولو كان ليه الوضع ما يطمنش كان على طول هيخلع من هنا، بس خلاص اتدبست يا معلم، يا تحارب وتكسب يا هتموت هنا. سونج ساعتها بدأ يشجع نفسه شويه وعلى طول بيجهز سكينته وبعدين بيدخل. اول ما دخل بيلاقي المحطه مهجوره والمكان كله مضلم، بس واثناء ما كان ماشي بيظهر له مجموعه من وحوش الجوبلين قدامه. الواد افتكر اللي حصل له منهم قبل كده وكان خايف شويه، لسه بيفكر هيتصرف ازاي وبقى تفكير هجوم واحد منهم. الوحوش شغالين هجوم عليه واحد ورا التاني ومش مدينه فرصه يريح، وبيتجمعوا عليه تاني وبيبداوا يهجموا عليه مره واحده، بس الضربه جت في الشنطه وسونج بيترمى على الارض. سونج بعدها قام وفي عينه كميه حقد مش طبيعيه، بيستخدم السكينه اللي معاه وبضربه منه بيخلص
خلص على اول واحد منهم، لسه ملحقش ياخد نفسه وبيلاقي الاتنين التانيين بيهجموا عليه، وهوب قدر يخلص على التاني والتالت كمان. سونج كان واقف ياخد نفسه ومفكر انه خلاص كده انتصر، ولكن فجأة الذئب بدأ يظهر من وراه وبدأ يهجم عليه وقدر ان هو يكسر سكينته. والوحش ده شكله ما بيهزرش خالص يا صديقي، وقوته اعلى من الوحوش اللي قبله باضعاف مضاعفة. سونج في الوقت ده الرعب سيطر عليه ورجليه بدأت ترتعش غصب عنه ومش قادر يتحرك خطوة واحدة من مكانه. الذئب بدأ يهجم عليه مرة تانية وقدر ان هو يجرحه. الواد مش عارف يعمل معاه ايه، الذئب بدأ يهجم عليه تاني والواد خلاص شكلها دي نهايته. بس في اخر لحظة قدر ان هو يهرب منه ويجري بعيد عنه. سونج بدأ يحس ان جسمه بقى خفيف جدا، وده بسبب التدريبات وزيادة قوته الجسدية. الواد بيتعصب جامد بيقول انا مش هموت هنا. الوحش ساعتها بدأ يهجم عليه تاني وسونج بيجمع كل قوته واداه ضربة طيرته في الحيط. الوحش هجم عليه تاني بس المرة دي الواد ما حلوش، فضل يضرب ويضرب فيه لحد ما بيجيب اخره. بس ده للاسف مش كفاية، الوحش كان قوي جدا ومش من كام بوكس هيقدر يهزمه. سونج ساعتها بيفكر انه يقدر يطلع سلاح من المخزن السحري بتاعه، فعلى طول بيفتحه فعلا وبيطلع منه سيف كده. الوحش جاي يهجم عليه تاني بس المرة سونج كان قدر يخلص عليه. بس الموضوع ما خلصش على كده، طلع لسه في اتنين تانيين منهم. سونج المرة دي كان خلاص اتشجع واخد الجرأة، قال لهم تعالوا لي هاتوا اخركم. ضرب ضربة باقصى قوته وقدر يطير راس واحد منهم. طريق السلام انت، يلا مين اللي بعده؟ بس الذئب الاخير كان خلاص خاف منه وطلع يجري من هنا. وايوه بقى يا سونج يا جامد. واخيرا بقى بعد ما سونج خلص عليه مستوى قوته كلها زادت عن الاول. قعد كده وشاف احصائياته واللي كانت زادت بفرق ملحوظ، وعليت ليفل كامل مره واحده، وده عكس المهمات اليوميه اللي بتاخد منه وقت اطول بكتير عقبال ما يوصل لها. وبكده سونج عرف ان كل ما هيقاتل اكتر كل ما يكتسب قوه اكتر. بعدها سونج قام من مكانه وراح علشان يشوف مع الوحش دي جواهر سحريه ولا اي جايزه يقدر يبيعها ولا حاجه. بس بقى بتظهر رساله من النظام وبيعرف انه اخد الناب ده بدل الجواهر اللي كان هياخدها منهم. بعدها بيظهر شاشه تانيه مكتوب فيها متجر النظام. هو دلوقتي ما يقدرش ان هو يشتري منه حاجه بس يقدر ان هو يبيع عادي، فبيبيع الناب السحري اللي معاه ده، والنظام بيحسبه له ب 20 عمله ذهبيه، ودي عمله النظام ولسه سونج مش عارف ممكن تساوي كام بعمله العالم بتاعه. المهم بعدها سونج كان عايز يروح يدور على زمان المغاره دي علشان يشوف هيخرج من هنا ازاي. بيودع تفكيره الذئب اللي كان هنا من شويه، انت ايه اللي رجعك تاني؟ عايز تموت زي الاثنين اللي قبلك ولا ايه؟ بس الذئب المره دي ما رجعش لوحده يا صديقي، ده جاب العشيره واصحابه واخواته وولاد عمه كلهم معاه، العيله كلها هنا يا صديقي. بس خلاص سونج ما بقاش همه، قال لهم تعالوا لي يلا. الذئب بدات تهجم عليه والواد هو كمان مش رحمهم، شغال تقطيع فيهم يمين في شمال، كلكم هتموتوا، انا مش هسمح ان اموت هنا بالسهوله دي. الولد اتحمس على الاخر، الحماس وصل ليفل ماكس، شغال يقطع فيهم ولا اجدع جزار يا صديقي. التقطيع شغال ومستواه شغال يرتفع معاه. واخيرا بقى بعد المجزره دي الولد قدر يخلص عليهم. السيف بتاعه اتكسر شويه بس ايه يعني مش هتفرق، خلاص خلصت عليهم. بعدها بيظهر رساله مكتوب فيها انت اكتسبت رقم مختل الذئب وكل قدراتك زادت 40%، واخد 34 ناب من الذئب اللي هزمهم وكام سيف كده، وكمان اخد حجر الانتقال الاني ده. وبالرغم من اللي حصل له ده كله الا ان سونج لسه ما وصلش لزمان المهاره دي، وكان واقف بيفكر هيعمل ايه وهيتصرف ازاي بعدها. فبيشيل الحجر بتاعه وبيقرر يشق طريقه ويكمل لاخر المغاره دي. فضل مكمل فعلا وبرضه بيلاقي وحوش كتيره وغريبه في طريقه. الوقت خلاص بيجيب اخره ولكن فضل مستمر ومكمل، فضل ماشي في طريقه لحد ما اخيرا بيوصل لعند النفق ده. الوقت حس بقوه جباره جايه من جواه وجسمه بدا يقشعر منها، والسيف اللي معاه كان خلاص شبه استهلك تماما. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ وهل سونج هيستمر في المغاره دي وصول للوحش ده ولا هيستخدم حجر الانتقال الاني اللي معاه وهيخرج من هنا؟ فاستنونا الحلقه الجايه من حكايه سونج، وما تنساش تشترك يا صاحبي وتفعل جرس الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد. ولو الفيديو ده وصل 500 لايك في اول يوم فانا هنزل لكم الجزء الثاني في اسرع وقت ممكن ان شاء الله. وبس كده اشوفكم في الفيديو الجاي على خير ان شاء الله، وسلام سلام سلام.